بما إنك قاعدة زهقانة كده، طب ما تركبي عربيتك وتشغلي أغاني. بس انا ما عنديش عربية. طب أقولك، كلمي صاحبتك واقعدوا هاتوا في سيرة الناس وتسهلوا كده بدل الزهق ده. بس انا مش معايا رصيد ولا معايا فلوس اشحن رصيد اكلم صاحبتي اصلا. طيب، ما تشربي سجاير. اشربي سجاير كده. على فكرة، بنات كتير قوي بتشرب سجاير. بيقولوا ان الواحد بينفخ همومه فيها وبيخرج كل اللي هو فيه في السيجارة. ايه رأيك تشربي سجاير؟ سجاير ايه بس؟ انت عارف علبة السجاير بقت بكام دلوقتي؟ طيب، ما تجربي بقى، جربي تبيعي الشقة بتاعتك وروقي كده يومين بفلوسها. ايه رأيك؟ يا ريت يا اخويا كان ينفع. ده انا قاعدة بالايجار وصاحب البيت مديني مهلة ادفع الشهور المكسورة عليا، والا هيطردني في الشارع انا وعيلتي. بصي بقى، طالما ظروفك كده يبقى اسرقي. السرقة هي الحل الوحيد. اول مرة هتسرقي فيها هتتضايقي من نفسك قوي، انما بعد كده هتتعودي. يلا عادي، السرقة دي هتاخدي فلوس من غير ما تتعبي. يلا 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 اسرقي. اسرق من مين بس؟ ده الناس يا اخويا كلها مفلسة بلا نيلة. طب بقولك ايه، حافظة قرآن؟ اه بس ليه؟ اقري اقري واحرقيني بسرعة، احرقيني احرقيني ابوس ايديك.